النهارده هنعمل أكلة المليون حلّ، هي معروفة، الكشري بيستعمل حِلَل كتير جدًا، يالّا بينا نسمّي بالله ونصلّي على الرسول. أول حاجة معانا إحنا هنحضّر البصل بتاعنا مقطّعينه جوانح كده زي ما أنتم شايفين، وأحُط عليه معلقتين من النشا وأقلّبهم في بعض ويكون معايا زيت مسخّناه وأحُط معايا البصل بتاعي، أقلّب البصل لحد ما يدّيني اللون الأصفر بتاعي وتلاقيه مقرمش كده معاكِ، أشيله وأصفّيه على مناديل مطبخ، أكون محضّرة معايا حلة فيها مَيّة مغلية، المَيّة تغلي معايا، أكون غاسلة العدس ومصفّياه وأحطّه معايا في قلب الحلة، وأحط معايا نُص معلقة من الكمون وأسيبهم بقى على النار لحد ما يستووا، وأكون محضّرة حلة معايا تانية، أحط معاها الزيت المتبقي معايا من البصل، أحط عليه الطماطم المفرومة ومعلقة من السكر وربع معلقة من الملح وأقلّبهم مع بعض وأخلّيها على جنب لحد ما تتسبّك. وأجيب حلة تانية على النار أحط معايا الزيت، وأجيب الشعرية بتاعتي وأكتر الشعرية شوية، وأكون غاسلة الرز ومصفياه وأحطه وأدي الرز مع الشعرية تشويحة مع نص معلقة من الملح، وبعد كده أحط المية بتاعتي وأسيبه لحد ما يستوي معايا، وأجيب طبق وأجيب معلقة من التوم كبيرة مهروسة وأشوحها، وبعد كده أحط عليها نص معلقة من الكمون ومعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، وآخدهم برضه تشويحة، وبعد كده ربع كوباية من الخل، آخدها تشويحة برضه شوية تغلي شوية، وأقوم حاطة عليها كوباية كبيرة من المَيّة، وربع معلقة من الملح، وأسيبها لحد ما تغلي غلوة غلوتين، وأقفل عليهم النار، بس نحضّر بقى الطبق بتاعنا معانا، نجيب الطبق ونحط فيه الرز، وأحط فيه حبة من العدس فوق الرز، وبعد كده أحط المكرونة بتاعتي، وأحط الصلصة بتاعتي، وبعد كده هاحط العدس بتاعي، وهاحط كمان البصل بتاعي، وكده الطبق بتاعي معايا خلص، وبألف هنا على قلبكم يا حبايبي.